السلام عليكم ورحمة الله. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. طبعا وصفة النهاردة وصفة جميلة جدا وحلوة جدا ومش مكلفة خالص، وكل حاجة من البيت، ما يعني مش مكلفتناش كتير، وفي نفس الوقت اكلة حلوة وجميلة. هنعمل كده بطاطس بالكبد والقوانص بالخضار، جميلة جدا وشهية واقتصادية كمان. تعالوا نشوف الطريقة مع بعض. هجيب طاسة على النار، هحط فيها شوية زيت كده حلوين، ومعايا هنا كبد وقوانص وقلوب متقطعة. هنزل بيهم كده في الزيت واسيبهم بقى ليه لحد ما يعني ياخدوا صدمة كده، وابتدي اقلبهم بقى براحتي، يعني يتشوحوا تشويحة حلوة كده لحد ما يشربوا الصوص بتاعهم ويبتدوا ياخدوا لون كده حلو، ويبقى كل اللي موجود سمينة بس، مش يبقى موجود مع اي مية خالص، ويبتدي يشوحوا وياخدوا لون حلو بالشكل ده. معايا هنا بصلتين مبشورين وكام فص توم، فصين 2 توم مبشورين برضو، هنزل بيهم على الكبد والقوانص وابتدي اشوح كده واكرمل كله مع بعضه لحد ما البصل ينزل ميته برضو، يعني كل ده بيسوي الكبد والقوانص. تمام. معايا هنا فلفل الوان مجمد، لو ما عندكيش حط فلفل اخضر عادي، ما يجراش حاجه يعني. وهقلبه بقى وابتدي اشوح فيه لحد ما يفك بالشكل ده. ومعايا طماطميتين مبشورين، متقطعين، اسفه، متقطعين مكعبات او مبشورين، يعني مش هتفرق. وقرن فلفل حراق، لو ما بتحبش الحراق استغنى عنه، بس لما بتبقى حراقه يعني حاجه خفيفه كده بالاكل بيبقى طعمه حلو. هحط بابريكا، كزبره ناشفه، وكمون، فلفل اسود، بهارات فراخ، ومعايا الملح بتاعي. طبعا الملح حسب الرغبة، زي ما بتحبي نسبة الملح اظبط الاكل بتاعك. معايا هنا بطاطسيتين كده مقطعاهم مكعبات صغيرة، وهحطهم بقى وابتدي اشوح بقى الخضار ده كله مع بعضه، بقى اقلب ده كله مع بعضه بالشكل ده. شايفين اصلا الطبق وهو ني شكله شهي. هحط ربع كوبايه ميه بس عشان الاكل ما يتحرقش على لما البطاطس تستوي وكده، وخلاص يعني ربعايه بالكتير بكون البطاطس استوت، وهو الموضوع واقف على سوا البطاطس. هغطي عليها واسيبها تستوي. حله تانية على النار وهنعمل رز بشعريه. طبعا حطيت الزيت وحطيت الشعريه بتاعتي، وهبتدي بقى اقلب فيها واحمرها. ايدك فيها على طول عشان يبقى كلها لون واحد، ما تبقاش واحده وواحده، عشان يبقى كلها لون واحد كده وحلو. وما تغمقيش الشعريه قوي عشان خاطر ما تغمقش الرز ويبقى الرز تقيل. دايما خلي الشعريه فاتحه، كل ما كانت فاتحه الرز بيبقى ابيض وخفيف وطعمه حلو. تمام. هبتدي طبعا احمر فيها زي ما احنا عارفين بقى ايه الخطوات، يعني هنحمرها لحد ما توصل للدرجه دي كده، وننزل بالرز بتاعنا. ده رز مصري عادي. تمام. وابتدي بقى عشان الرز يبقى مفلفل وجميل، هبتدي اشوح فيه كده على النار مع الشعريه بالزيت وكده بالملح. حطيت كده الملح بتاعي طبعا حسب الرغبه الملح، بتحبي قليل، بتحبي وسط، بتحبي كتير، زي ما تحبي حطي. وابتدي اشوح كده وانزل بالميه بتاعتي بالشكل ده. حبه بقى ميه من الحنفيه، حبه ميه سخنه، براحتك. انا حاطه ميه عاديه خالص، مش سخنه ولا حاجه. هغطي عليه بقى واسيبه يستوي. نرجع بقى للبطاطس بتاعتنا. هنا خلاص كانت استوت وكانت جاهزه معانا. هطفي عليها ونغرفها مع بعض، وخلاص عملت طبق سلطة خضراء. ما صورتهاش انها خضار متقطع، مش حاجة يعني. ودي كانت الوصفة بتاعتنا. البطاطس شكلها جميل جدا وشهي ويفتح النفس، ورز بالشعرية وسلطة خضراء، يعني أكلة جميلة جدا وبسيطة ومش مكلفة. جربيها مش هتبطلي تعملي.